دي شكل البسارية بعد ما طلعت معانا من الزيت يا جماعة. بصوا ازاي مقرمشة وناشفة وجميلة وماسكة نفسها وريحتها حلوة قوي. وما خدتش معانا مجهود ومش ولا اي تتبيلة ولا اي حاجة خالص. بس هي فعلا سناكس مقرمش وجميلة. اسهل سناكس ممكن تعملوه سناكس البسارية. تعالوا بقى نشوف البسارية دي عملناها ازاي مع بعض. انتوا لو اول مرة تشوفوني تابعوني على قناتي قناة حير الطبخ، وما تنسوش اللايك والشير ومتابعة عشان يوصل لكم مننا كل جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة يا جماعة السمكة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي سمكة البسارية. طبعا كلنا عارفينها، اللي ما يعرفهاش ده شكلها يا جماعة. بيبقى فيه نوع اكبر من كده شوية، بس دي اللي كانت موجودة والولاد كانوا عايزين ياكلوها فجبتها يعني. بصوا هي سمكة ده شكلها. تعالوا بقى ننضفها مع بعض ونقليها ونشوف هنعملها ازاي. انا بجيبها بشيل الراس بتاعتها، طبعا هي ما فيهاش حاجه، بس انا بشيل الراس. لما بشيل الراس بتشيل معاها المعده بتاعتها كده. يعني هي اهي طريقتها سهله اهي اهوت. بصوا بمسك الراس من فوق واشدها بتنزل معايا ببطنها كده اهي. ده شكلها اهي بشد. ده شكلها بعد ما خلصناها كلها. شلنا الراس بالبطن بتاعتها، نبتدي بقى نغسلها. بصوا هنرجع بقى نحطها هنا تاني ونحط عليها شويه ميه. هنحط لها شويه ميه ننقعها فيها على ما نعمل بس التتبيله بتاعتها. بصوا الميه اتغيرت بتاعتها ازاي، لسه كمان لما تتنقع هنشوف شكلها. انا معايا هنا ايه، معايا شويه ملح صغيرين كده وشويه كمون هحطهم. الكمون بيطلع زفاره السمك يا جماعه. ومعايا ليمونيه هعصرها عليها. تمام. انا بقى هنقعها في الميه بالليمون بالكمون دي على بال ما اعمل التتبيله اللي انا هحياها بيها. ودي يا جماعة بعد ما قعدناها، يعني مش هنقعدها كتير عشان ما تدوبش لان هي صغيرة. فلو حطيناها في الليمون والمية دي كتير هتبوش معانا. هي يا دوبك بس كده بننقعها مثلا قيمة 5 دقايق بالكتير، وبعدين هنصفيها زي كده ونشطفها تاني. نصفيها بقى ونحطها في الطبق زي كده، ونبتدي بقى نحط لها التتبيلة بتاعتها. التتبيله بتاعتها بقى معانا عباره عن ايه. انا معايا هنا فصين توم، كام فص توم كده مدقوقين، ومعايا كمون وملح، ودي توابل بهارات سمك. لو موجوده موجوده، مش موجوده خلاص. ولو موجوده ما بزودش الكمون قوي. طبعا البسارية زي الجمبري بتلقط الملح بسرعه جدا، فانا ما بزودش كميه الملح. والشطه دي اختياري، اللي بيحب يحط، اللي بيحبش ما يحطش. طيب هحط التتبيله دي عليها، وهحط ايه كمان، وهحط شويه الليمون، ليمون معصور. دي تتبيله السمك العاديه بتاعت اي سمك. بس الشطه هنا هي بس عشان تدي البسارية طعم شويه معايا. وهحط لها ايه، هحط لها سنه خل بسيطه. السمك المقلي يا جماعه لما بيتحط له شويه خل صغيرين كده بيبقى طعمه حلو قوي. ادي شويه الخل، حاجه بسيطه بس كده بس. وهتبقى بالتتبيله دي بقى 10 دقايق تقريبا، وبعدين هرجع بقى ليها معاكم ونشوف احلى سناكس بسارية في الدنيا. هنا انا بقى عندي الطاسه دي انا مخصصاها للسمك يا جماعه. هيبقى فيها الزيت هسخنه قوي لان هي مش هتاخد معايا وقت. وبعدين ههدي سنه بسيطه وابتدي احط البسارية. انا عندي البسارية هنا هحطها في دقيق. الدقيق ده مفيش عليه اي حاجه خالص، هو دقيق بس. فانا هحط البسارية في الدقيق بتاعي. بصوا بقى هي عشان صغيره انا هعمل ايه، هجيب مثلا كذا واحده جنب بعض كده. بصوا هنيجي من الديل ونلزقهم في بعض. يعني مثلا ايه، انا هاخد مثلا 3 معايا كده اهو، وهاجي من الديل كده كذا واحده، يعني مش شرط كده اهو. احطهم في الزيت مع بعض واحده بس كانهم واحده. تاني اهو. نحاول بقى ان احنا ما ننشفهاش، تطلع رايقه كده.
بصوا يعني النار ما تبقاش عالية مننا عشان برضو ايه ما تتلسعش مننا. بصوا يا جماعة طالعة ماسكة ببعضها ازاي. دي شكل البسارية بعد ما طلعت معانا من الزيت يا جماعة. بصوا ازاي مقرمشة وناشفة وجميلة وماسكة نفسها وريحتها حلوة قوي. وما خدتش معانا مجهود ومش ولا اي تتبيلة ولا اي حاجة خالص. بس هي فعلا سناكس مقرمش وجميلة. اسهل سناكس ممكن تعملوه سناكس البسارية. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش اللايك والشير ومتابعة عشان توصل لكم مننا كل جديد.